السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. رجعت لكم بعد غياب بوصفة شهية ومميزة. اليوم محضرة طاجن مغربي بالدجاج والزبيب والبصل. وصفة بسيطة بس الطعم شي بطير العقل، نكهات مميزة، حلاوة الزبيب مع البصل والدجاج اللي بدوب بالتم مع رشة العسل والقرفة. وصفة بتخليكم تاكلوا وانتم مبسوطين ومروقين سامعين الصوت، ويا ريت لو فيكم تشموا الريحة وتذوقوا الطعم. يلا جهزوا المكونات وبلشوا حضروا الوصفة معي، وخليكم معي خطوة بخطوة عشان وصفتنا اليوم مليانة طعم وريحة بتفتح النفس. واللي أول مرة بشوف قناتي ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وخلونا نبلش وصفتنا سوا. أول شي لتتبيل الدجاج عندي نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة ملح. هحتاج سنين تومة وقطعة زنجبيل صغيرة وشوية كزبرة وبقدونس. بإمكانكم تستخدموا الزنجبيل والتومة بودرة إذا حابين، بس الفريش طبعا نكهته أطيب. وبضيف شوية زعفران مع مي، بتركهم ينتقوا على جنب، بضيفهم بالآخر. هحتاج من معلقة لمعلقتين زيت زيتون، لأني بالآخر حرجع أضيف زيت زيتون. بضيف الخضار اللي فرمتهم، وهلأ بحط منقوع الزعفران اللي بيعطي لون ونكهة وريحة بتشهي. هيك خلطة الدجاج عندي صارت جاهزة. بحركها وببلش أضيف قطع الدجاج عندي. بتستخدموا دجاج كامل أو أي قطع أنتوا بتحبوها. أول شي بشيل جزء من هاي التتبيلة اللي عملناها عشان أتبل فيها البصل. شلت تقريبا 3 معالق. عندي دجاج غسلته ونقعته بملح وليمون ومصفيته منيح. استخدمت أنا هون دجاج كامل، بإمكانكم تستخدموا الصدور إذا حابين، أو الأفخاذ أو أي قطعة بتحبوها. طبعا كل ما انتقع الدجاج أكتر بيعطيني نتيجة أفضل، بس بإمكانكم بهالوصفة تعملوها مباشرة وأكيد حتكونوا كتير راضيين عن النتيجة. تأكدت إنه الدجاج تغلف منيح بالتتبيلة. وهلأ عندي تقريبا 4 ل 5 بصلات كبار، بقطعهم شرائح رفيعة مثل ما انتم شايفين، بحطها فوق التتبيلة اللي شلناها. كمية البصل اختيارية، كل ما كترنا بيعطي نكهة أطيب. هيك خلصت الكمية، وهلأ بفرك البصل بالتتبيلة اللي شلناها. هيك البصل جاهز. آخر مكون عندي زبيب، تستخدموا نص كوب لكوب من الزبيب. بنقعه بشوي مية دافية وبتركه على جنب. هيك مكوناتي صارت جاهزة طبعا. ونجم وصفتنا اليوم الطاجن المغربي. إذا أول مرة راح تستخدمون قعوه ليلة كاملة بالماء، بعدين ادهنوه بزيت أو سمنة وحطوه على النار قبل ما تستخدموا بفترة. وهلأ بعد ما جهزوا كل مكوناتنا خلونا نبلش نطبقها. وصفة تعتبر سهلة وسريعة، وللستات الموظفات وصفة لذيذة وبسرعة بتنجز معاكم. حطيت الفخارة على النار بعد ما اتأكدت انها حميت كتير منيح. ضفت معلقة زيت زيتون وبصلة فرمتها فرم ناعم. على طول طبقوا الوصفة فوق بعض، ما في داعي تستنوا. بس مجرد فردت البصلة بالطاجن عندي، ببلش أضيف قطع الدجاج. الطبخ بالفخار بيعطي نكهة لذيذة جدا ومميزة، وبيكتم الحرارة، فبتستوي عندكم الدجاج بسرعة. يعني ساعة بيكون الدجاج عندكم دايب ذوبان. هلأ بضيف البصل اللي فرمناه سوا مثل ما انتم شايفين. بضيف الزبيب بعد ما صفيته من الماء. وكخطوة اختيارية بإمكانكم تضيفوا القراصية، بيعطيها برضو نكهة مميزة ولذيذة. وإذا حابين منجهز وصفة اللحمة بالبرقوق إن شاء الله المرات الجاية. عود قرفة على الوجه.
بضيف هلأ باقي التتبيلة اللي زادت من تتبيل الدجاج، وبحط رشة قرفة ومعلقة زيت زيتون، واخر شي اللي بيجيب لي نكهات الطبق كلها بحط معلقة كبيرة من العسل. اذا مش متوفر عندكم العسل بامكانكم تحطوا سكر. هيك جهزت وصفتي، هيك صارت جاهزة. حطوها على النار ساعة بتكون دايبة ذوبان. غطيتها ووطيت النار عليها وتركتها. طبعا المي اللي استخدمناها اللي هي المي من منقوع الزعفران، اذا حسيتوها بعد فترة طلوا عليها بحاجة مي بامكانكم تضيفوا شوي من المي عشان ما تنحرق عندكم. الروائح يا جماعة خيالية. وهيك الطاجن عندي صار جاهز. والحلو انه بضله محتفظ بالحرارة، يعني 10 دقايق بالضبط من لما تشيلوها من النار بضل عندكم الطاجن يغلي، والنكهة جدا مميزة ما شاء الله. يا ريت فيكم تشموا الريحة. اخر شي كخطوة اختيارية، اذا حابين بتزينوها شوي بالكزبرة والبقدونس، وبتستمتعوا بأطيب طاجن مغربي بنكهة رائعة ومميزة. بدي أورجيكم كيف الدجاج بتحمر من تحت ودايب ذوبان. حضرت معه الخبز المغربي، إن شاء الله الوصفة الجاية حنزلكم طريقته. جدا سهل وبسيط ومميز وشهي مع هذا الطبق. هيك وصفتي صارت جاهزة. كانت معكم فداء من قناة فدا's كيتشن. وإذا أول مرة بتشوفوني ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تابعوني ليوصلكوا كل جديد. مع السلامة وصحتين وألف عافية، وانتظروني دائما بوصفات جديدة ومميزة. ما تنسوا لايك سبسكرايب. ما تنسوا لايك سبسكرايب.